السلام عليكم، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير وبصحة جيدة. اليوم غادي نصاوبوا مع بعضياتنا وصفة البريك التونسي في الفران. البريك هنا التسمية بريك، ولكن غادي نصاوبوا جوج ديال الانواع ديال الحشوات، وغادي نوريكم كذلك كيفاش تصاوبوا الورقة بطريقة ناجحة. هاد الورقة تقدروا تستعملوها في البريك، البريوات، البسطيلة، اي حاجة بغيتو، فهي عجينة ناجحة وسهلة بزاف. غادي نبداو. اول حاجة غادي نجيبوا المولينكس ديالنا، غادي نديرو فيها قياس 200 مليلتر ديال الماء، وغادي نزيدو عليها 200 غرام ديال الطحين. هنا مبدئيا غادي نبداو بهاد جوج ديال القياسات، ومن بعد غادي نشوفوا واش نحتاجو نزيدو الماء ولا نحتاجو نزيدو الدقيق على حسب الخليط اللي حنا بغينا. غادي نزيدو كذلك شويه ديال الملحه، طبعا لان الورقه خصها تكون ملحه. وغادي ندوزو باش نطحنوا الخليط ديالنا. غادي نبقاو نطحنوه، وكيف ما قلت لكم الا بالنا نزيدو طحين نزيدوه، بالنا الماء نزيدو الماء نزيدوه. المهم اننا نتحصلوا على خليط هكذا كيف ما كتشوفوا. الا درتو فيه المعلقه، خاص ملي تخويو المعلقه يبقى الاثر ديال العجين في المعلقه. هذه هي الطريقه الصحيحه اللي غتاكدوا بلي الورقه ديالكم غادي تكون ناجحه، حيت غادي نديروه بنفس الطريقه في المقله. ما غاديش نستعملوا البانسو ولا الشيته. الا عندكم شيته تقدروا تستعملوها. انا شخصيا ما كيعجبنيش نخدم بالشيته، فكنخدم غير بالمقله عاديه، وكتجيني اسهل من انني ندير بالشيته. المهم هو انني ملي نخوي المقله ديالي بغيت الاثر ديال العجينه يبقى هكذا في المقله ديالي باش نتحصل على الورقه. كما كتشوفوا طبعا الورقه ما كنديروهاش نيشان على العافيه، كنديروا طنجره فيها الماء، كنخليوه حتى يغلي وتسخن لنا المقله ديالنا، وكنبداو نخويو الخليط ديالنا هكذا كيف ما قلت لكم. هنا كيف ما كتشوفوا الورقه ديالي هكذا غادي تطلع لي مزيانه، فالعجينه ماشي غليظه بزاف. غادي نخليوه يطيب واحد شويه فوق من هذاك الماء، وانتما وهو كيطيب غادي تبداو تلاحظوا بلي الجوانب كيبداو يطلعوا شويه بشويه، واللون كيبدا يبهت شويه بشويه. هذاك هو الدليل بان العجينه ديالنا ناجحه والورقه غادي تجينا ناجحه. كنعطيوها الوقت. الورقه كتبغي شويه ديال الصبر. كيف ما كتشوفوا هنا هما الجوانب بداو كيطلعوا حتى كتبدا تبان لك الورقه كلها تحيدات. ومن بعد ملي كنجيو نبداو كنحيدوها بشويه. انا هنا صعبت عليا انني نحيدها لانه عندي الجوانب ديال الطنجره ما ملاصقينش مع المقله، فبقى كيطلع لي بخار سخون وحرق لي يدي. داكشي علاش حيدت من الكاميرا. هنا جيت نوريكم كيفاش تحيدوا الورقه الثانيه. كنحاولوا نحيدوها شويه بشويه، وإلا بقاو اي شوائب ولا اي حاجه في المقله كنقدروا اننا نحيدوهم بكلينكس ونديروا الخليط مره اخرى باش نتحصلوا على الورقه الثانيه. كما كتشوفوا الورقه ديالنا هنا ناجحه. كنحاولوا ندهنوها ملي كنحطوها، ما كنحطوهاش نيشان، كنخليوها تبرد شويه، كندهنوها باش ما تلصقلناش، ومن بعد كنحطوها هكذا مع بعضياتها. وما تخافوش عليها، كتجي ناجحه على حسب المقله ديالكم. انا المقله ديالي كانت صغيره فعندي الدائره صغيره، نتوما كيبقى على حسب اختيار. هنا بالنسبه للخضره اللي غنستعمل في الحشوه عندي خيزو، القرعه، الفلفله، وكذلك البصله. شي غنحكو شي غنقطعو، غادي نشوفوا مع بعضياتنا. اول حاجه غادي نبداو بالبصله، غادي ندبلوها في الزيت. هنا البصله انا قطعتها هكا حيت كيعجبني المذاق ديالها وكتعجبني تجي باينه. نتوما الا بغيتو تقطعوها صغيره تقدروا تقطعوها صغيره. الفلفله كنحاولوا اننا نقطعوها اصغر حاجه ممكنه. كندبلوهم مع بعضياتهم. ملي كنشوفوا بلي حتى الفلفله ديالنا بدات كطيب شويه، بدات كتدبل، كنزيدوا عليها خيزو والقرعه اللي حكيناهم في الحكاكه الكبيره. بغيتو ديروا حكاكه صغيره تقدروا ديروا حكاكه صغيره، لكن اسهل بطبيعه الحال انكم ديروها في الحكاكه الكبيره حيت كياخذ الوقت. غادي نديروا عليها شويه ديال العطريه. هنا درت شويه ديال الابزار، هذا القزبر حبوب مطحون، وشويه ديال الكمون. درت شويه ديال الحار حيت ما عنديش التحميره، درت الفلفله حاره، نتوما تقدروا ديروا التحميره الا بغيتو. وكيبقى شويه ديال الملح بطبيعه الحال، وشويه ديال الزعتر ولا اي منسم تقدروا تزيدوه، والهريسه اللي هو المكون السحري اللي ضروري خصو يكون في في الطبله ديالي، لانه انا كيعجبني داكشي حار. فغادي نخلطوا كل شيء، غنحاولوا ندوبوا هذيك الهريسه كذلك مع الخليط ديالنا، مع الحشوه ديالنا. هذه الحشوه رقم واحد اللي قلت لكم. هاد بالنسبه للبريك، توانسه ما كيصاوبوش البريك بهذه الطريقه. انا بغيت ندير هذه الحشوه حيت كتعجبني هذه الحشوه. وغادي نوريكم طريقه اخرى الحشوه اخرى اللي هي كتسمى الحشوه ديال البريك التونسي. فبالنسبه للحشوه الثانيه غادي نديرو شويه ديال البصله في الزيت، وغادي نحطوا عليها الدجاج اللي قطعته انا هكذا قطع صغيره باش يطيب لي دغيا. وغادي نديرو عليه شويه ديال الابزار، سكينجبير، الخرقوم، والقزبر حبوب، وشويه ديال الملحه، شويه ديال الزعتر مطحون،
وغادي نخلطوا كلشي. هنا ملي كنجيو نخلطوا الدجاج ديالنا غادي نحاولوا اننا نمرقوه باش يطيب لنا دغيا، وما غنطفيو عليه حتى يشرب هذيك المرقه كلها. فدرت المرقه بطبيعه الحال كنديروا المرقه شويه تكون سخونه باش تسهل لنا الطياب، ما تخليش الدجاج ديالنا يقصح. غادي نخلطوا كلشي وغادي نخليوه يطيب على خاطرو كيف ما قلت لكم، حتى نشوفوه بلي طاب مزيان. ملي كنشوفوه بدا كيطيب وبدا كيشرب هذاك الماء، كنحاولوا نجيبوا اي حاجه هكذا، شي سباتول ولا هاد المعلقه ديال الخشب، كنحاولوا نقطعوا الطريفات ديال الدجاج حيت حنا ما محتاجينهمش يكونوا مقطعين كبار. غادي نديروا كذلك بيضه مسلوقه، وغندوزو باش نوريكم الحشوه. شويه ديال المعدنوس اللي كنقطعوه خضر، كنزيدوا عليه بيضه مسلوقه كيف ما قلت لكم، كنزيدوها على الحشوه. كنزيدوا شويه ديال الدجاج. هنا بالنسبه للدجاج على حسب نتوما، على حسب شحال الورقه عندكم. وكنزيدوا عليه شويه ديال الابزار، شويه ديال الزعتر، شويه ديال اي منسم بغيتو تزيدوه. والمكون السحري التونسي اللي هو الهريسه، ضروري خصو يكون في اي في اي وصفه تونسيه. انا حتى كيعجبني الطياب التونسي حيت فريمون عندهم ديك الهريسه ديالهم مختلفه بزاف على الهريسه ديالنا. فكنحاولوا نخلطوا الخليط ديالنا كيف ما كتشوفوا، وكنزيدوا عليه البيض. هنا ملي كنزيدوا البيض غادي نبداو نزيدوا بيضه حتى نشوفوا الخليط اللي غادي نتحصلوا عليه، حيت الخليط اللي بغينا ما يكونش جاري بزاف وفي نفس الوقت ما يكونش قاصح. هنا جاني ماشي جاري بطريقه كافيه، فزدت بيضه اخرى. وغادي نوريكم القوام اللي بغينا نتحصلوا عليه كيفاش داير باش نصاوبوا البريكه التونسيه. وحده من البريكات التونسيه هما اما كيصاوبوه بالدجاج اما كيصاوبوه بالطون. هذا هو القوام اللي كنقلبوا عليه. فاحنا غادي نصاوبوا اليوم ديال الدجاج، وما غاديش نقليوها هما كيقليو البريكات كيف ما كنقليو حنا البريوات ديالنا. انا غادي ندير كلشي في الفران. فبالنسبه للحشوه الاولى راه شفتوها شنو هي، وبالنسبه للحشوه الثانيه هي هذيك. الحشوه الاولى راه غير الخضره اللي طيبنا، زدت عليها شويه ديال الدجاج. قبل ما نبداو نصاوبوا البريك ديالنا درت شويه ديال الطحين مع الماء باش نسدهم، وغنبداو على بركه الله. هنا البريكه ديالنا كيف ما كتشوفوا، انا قلت لكم تحصلت على دوائر صغيره لان المقله ديالي صغيره. كيبقى على حسب نتوما، الا درتوا دوائر كبيره تقدروا تقسموهم على جوج. فكنبداو نعمروا هنايا البريكه ديالنا بالطريقه اللي بالعماره اللي صاوبنا. وغادي نزيدوا عليها شويه ديال الفرماج. انا الفرماج المتوفر كان عندي هو هذا. بالنسبه للجبن تقدروا تستعملوا اي نوع ديال الجبن كيجي زوين مع هاد الحشوه هذه. غادي نزيدوا نعمروا شويه حيت هي كتبغي تكون عامره، وملي كيزيد يطيب البيض كتزيد تعمر وكتجي شاده في راسها. فهنا خديت داك الطحين مع الماء باش كنسد البريكه ديالي. غادي نسدوها مزيان من الجوانب نتاكدوا بانها تسدات، وغادي ندوزو نحطوها في التاوه ديالنا اللي حطينا فيها ورق الزبده. وغادي ندوزو باش نوريكم الحشوه الثانيه ولا البريكه الثانيه اللي غادي نديرها بالعماره الاخرى اللي قلت لكم، اللي هي الخضره مع الدجاج. كما كتشوفوا الشكل ديال البريكه كيجي هكا نصف هلال، نصف قمر، ماشي نصف هلال. المهم هنا الحشوه الثانيه كيف ما كتشوفوا الدجاج مع الخضره وشويه ديال الفرماج. كنسدوا البريكه ديالنا بنفس الطريقه وكنحطوها كذلك. انا هنا درت جوج ديال الصينيات مختلفين باش نقلل الحشوه حيت ما غاديش تبان لي. وهادو هما البريكات ديالي كندهنوهم بالزبده قبل ما ندخلوهم للفران. وهذا هو الشكل النهائي اللي كنتحصلوا عليه. مره ما كيطيبوا صدقوني كيجيو مقرمشين ولذيذين وهائلين. ملي تدخلوهم الفران غير تشوفوهم تحمروا خرجوهم، حيت حنا المطلوب عندنا هو طيب الورقه ماشي طيب الحشوه. كنتمنى انكم تجربوهم وكنتمنى انهم يعجبوكم وتهلاو ليا في راسكم.